قصيدتان للشاعر السيد الطوي. لاعبو الورق. الإهداء إلى أجمل الكائنات الروائية في القيروان، إلى الرفيق صالح السويسي، يعلمك الابتسامة الحقيقية والصبر. يدخل الأشقياء الثلاثة إلى مقهى زيز قرب النافذة، كانوا يقطعون أيديهم ليرسموا نجمة حمراء، نجمة تشبه ماو قليلا. كانوا يسبحون في عرق عمال مصنع التبغ، كانوا يرقصون على أنغام النارجيلة، غير عابئين بابتسامة نادل المقهى الأسمر وهي تغرق في فنجان شاي، غير عابئين بالمطر وهي تنزع كنجمات فن الإغراء رداء أبيض على الرصيف، غير عابئين بالسيد الطوي وهو يمسح دموع رفاقه بنص شعري مطعون في الظهر، غير عابئين بأسنانهم المحشورة في منفضات السجائر، غير عابئين بكمنجة سقطت ذراعها على اللاعبين. هناك خيول تركض على أكف لاعبي الورق، هناك معركة ستسقط فيها الوردة قريبا، هناك مراهقة قيروانية يكبر نهداها في غفلة من بائع الحلوى، هناك طالبة تندفع ركبتها اليسرى نحو ثلاثتهم كرأس ثور هائج، هناك سيارة دهست صليبا آخر. بينما كان الرفاق بنظراتهم الحزينة يكفنون عصفورا ميتا سقط للتو من أعلى شجرة السرو. الأشقياء الثلاثة أصدقاء شاعري ورفاقه: عبد الحميد العلاقي، عبد الباسط الذوادي، صالح السويسي. مقهى زيز، مقهى بحي المنصورة بالقيروان، يؤمه الطلبة والعمال. السيد الطوي الشاعر. صامت كالرصاص. الإهداء إلى صديق الذي أختلف معه بعنف وأحبه كثيرا، المفرط في جماله، الصادق المجدود. في الفصل يختبئ الطفل تحت الكرسي، يحضن غزالة فرت من الصورة لتنام على يديه، يلهو بضفائر صديقته الصغيرة ثم يتهم الريح، يوزع الحلوى على أصدقائه وبلا سبب يبكي، بلا سبب يتذكر أمه كيف خرجت إلى الغابة لتأتيه بنوار العشي ولم تعد، ثم بلا سبب يرمي بالشمس على السبورة، بلا سبب يتذكر الذئب والبيدر. في محفظته أحلام صغيرة تشتعل كالجمر، في محفظته طبشور صامت كالرصاص، في حين كنت واقفا فوق الطاولة أخرج الورد من فمي.